السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم. والله أنا طلعت أتمشى من كام يوم من ورا كده عشان خاطر بتمشى، عشان خاطر كنت تعبان شوية زي ما بلغته في كده في الفيديو، والحمد لله ربنا شفاني وعافاني. وأنا معدي لقيت عم يحيى الراجل الطيب قاعد بالليل جنب البطيخ بتاعه، وعياله كلهم بيناموا في البيت وهو الوحيد اللي بينام في الشارع. يا ترى لما قعدت مع الراجل وبتكلم معاه وقلت له ازاي الحال يا عم يحيى، قال الله يخليك الف سلامة عليك. قال ده والله كنت مركب رقبية وعنده شلل تعبات في دراعتي. ففي الصيف ده بالذات عم يحيى كل اهالي قرية الشراينة بتحبه علشان خاطر بيبيع بسعر رخيص البطيخ. بيجيب البطيخ ده من بحري نظام عربية كبيرة وبيدخلها في الدكان بتاعه، والصوت تتوجه على البطيخ لو سمحت، والكاميرا تتوجه على البطيخ، الكاميرا تتوجه على البطيخ وزي ما احنا شايفين وترجع تاني الكاميرا معانا. ده اسمه عم يحيى وشهرته يحيى المصري. اهلا وسهلا بيك يا عم يحيى. اهلا بيك يا فنان. ازاي الحال عامل ايه؟ الحمد لله تمام، والف سلامة عليك، ان ربنا شفاك وعافاك وحاش عنك الحمد لله. الله يخليك الله يخليك يا عم الحمد لله على يحيى، السلامة. الله يخليك. عشان خاطر ما نطولش عليكم، عم يحيى بيحب ياكلها بدقه وبيحب ياكل عياله بالحلال. تعال نشوف عم يحيى بيبيع البطيخه بكام وبيروح يسافر ازاي وبيجي ازاي. ايه يا عم يحيى ازاي الحال عامل ايه؟ الحمد لله تمام والله رب العالمين. اهو برضه بنجيب شويه نتسلى فيهم ونطلع مصدر رزق فيهم والحمد لله رب العالمين. وجه صورتك للكاميرا عشان خاطر كل الناس تعرفك. نجيبها ب 25 مندوحه 28 جنيه، يعني فيها 3 جنيه الحمد لله. والله احنا بنحمد ربنا على كل شيء يا عم يحيى. ولا ده البطيخ بتاع بحر نضيف جدا. البطيخ يا جماعه، والكاميرا توقف على البطيخ. بص مساحه البطيخه وكمر البطيخه يعني حاجه جميله جدا، والكاميرا معانا زي ما هي متواصله وداخله معانا. يا عم يحيى انت بتسافر بتجيب بال 500 600 بطيخه في عربيه كبيره، وبعد كده بتيجي تركنهم عندك في الدكان وتطلع شويه بشويه، وبعد كده بتبقى تروحوا واحده واحده مع بعض. تمام. هو فنان عشان نقولوا العربيه بس كتير وبتاع، فانا بجيب كميه على بعضيها، واخد بالك انت، عشان ابيع منهم على كام يوم كده برضه ربنا يسهلهم وراح اجيب غيرهم ان شاء الله. والله يا فنان، والله يا عم يحيى احنا بنحب نشكرك ونشكر الساده المشاهدين ونشكر الساده المحترمين، وبنقول لكل الناس يا ريت الناس كلها تاكلها بدقه علشان خاطر تمشي بالحلال. اللهم اكفينا شر الحرام وخلينا بالحلال يا رب، ودايما الحلال بيربح وربنا يبعدنا عن الحرام. وبنقول لعم يحيى صوره حلوه وجميله ان انت بتسعى في الخير عشان خاطر لقمه تعيش عيالك. وانتظرونا واللي جاي افضل باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.